ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، الملوخية دي عايزة اقول لكم شايفينها خضرة وحلوة ازاي. عايزة اقول لكم تحفة. تعالوا اقول لك الطريقة وانا اقول لك هي ناشفة ولا خضرة. تعالوا بس الاول نصبح على بعض ونقول صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. واوعوا تنسوا صلوا على الحبيب، قلبك يطيب حسناتك تزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل بقى كوباية الشاي واقول لك بقى على الملوخية. انتوا عارفين الشتا بيحب الحاجات السخنة الحلوة دي، والملوخية الخضراء بنجيبها في الفترة ديت بتبقى مش حلوة. يعني لو جبتي منها حتى كيلو بيطلع لك طبق كده صغير، وما بتبقاش طبعا بحلاوة الايه ملوخية الصيف. فتعالي بقى اقولك الملوخية الناشفة دي تعمليها ازاي. وفي ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تعملها. تمام تمام. تعالي اقولك بقى سهلة قوي عمايلها. لا هقولك بقى حطيها في الكبة ولا الكلام ده خالص. سهلة قوي قوي قوي. بتجيب الملوخية الناشفة العادية بتاعتنا، طبعا بتشتريها من عند بقى العطار، من عند الناس بتوع اللي هم بتوع الأرياف اللي بيقعدوا كده في السوق. براحتك خالص. وبعدين بقى تجيبي طبق زي ما انت شايفة كده. الطبق ده بيكون مسطح طبعا عشان الملوخية تنزل منه ايه سهلة. وتجيبي تحتها كده الايه الصينية اللي انت شايفاها دي. وتعملي بقى ايه؟ هقولك تعملي ايه، هتشوفيني دلوقتي انا بعمل ايه. واعملي زي ولا بقى كبة ولا الكلام ده. اصل الكبة لما تيجي هتفرميها هتتفرم بكل حاجة فيها. يعني لو فيها قشاية، فيها طباية، فيها حاجة، هتنزل مع الكبة وهتتفرم قصدي مع الكبة. بصي زي ما انت شايفة كده. بعمل لها بقى ايه؟ بصي عملية كده ايه، يعني بنطقها كده. تمام. هي بقى لما بتتنطق بيحصل ايه؟ تنزل الملوخية وكل حاجة ورا ترجع لورا. هتلاقيها راجعة لورا راجعة لورا. تمام. ما فيهاش حاجة، سهلة أوي. انت بس بتحطي الصينية تحتيكي بصي وبتنطقيها بس كده. بس كده بصي بترجع لورا زي بترجع لوحديها، من غير ما ترجعي اي حاجة. لا، انت بس بتحطيها بصي بتنطقيها كده. تنزل الملوخية اللي هي الناعمة بقى الحلوة بتاعتنا دي. وأي بقى قشاية الملوخية اللي هي اللي مش حلوة، بص القش بتاعها كل ده والله بيرجع ورا لوحديها. انت ما بتعمليش اي حاجة غير انك انت بس بت ايه، دي اسمها بتنسفيها يعني، او النسف يعني. بعد كده بتعملي ايه بقى؟ بتاخدي الملوخية اللي نزلت منك دي وبصي وبايديكي كده بت ايه بتنعميها. سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة الملوخية الناشفة. وما تحطهاش بقى في الكبة وتفرميها او تطحنيها ويتطحن معاها الحاجات اللي انت شفتيها اللي انا ايه اللي انا رميتها دي. وتعمليها بقى بايديكي كده بصي ناعمة خالص. ما فيهاش اي حاجة ولا فيها صعوبة ولا فيها اي حاجة. بس كده بس كده نعمناها. تمام. وكده بقت ايه سهلة في العمايل، وتعمليها سهلة خالص. بصي اهي انا خليتها ناعمة خالص وما فيهاش اي مشاكل اهي. بصي دي بقى تبقى سهلة على طول ان انت تعمليها طول الشتاء. احسن طبعا من الملوخية اللي احنا بنجيبها، او الملوخية اللي هي الجاهزة دي. انا بصراحة ما بحبش اجيبها خالص خالص. لو ما كانتش ملوخية فريش يبقى انا ايه ما اجيبهاش. هنا بقى عندي البرطمان انا عاملاه مخصوص ليها. بعد بقى ما بخلص الباقي مني بحطه في البرطمان. ليه؟ اللي انت عارفة هي معلقتين ويعملوا لك يعني ايه طبقين حلوين. انتوا عارفين طبعا بتبقى ايه يعني تقيلة وحلوة. بس كده وحطيناها في البرطمان. ونبدأ بقى نشتغل. هنشتغل ازاي؟ هقولك بقى. تاخدي بقى منها معلقتين كده اهمت زي ما انت شايفة. لو انت بقى هتعملي مثلا ايه حوالي طبقين. وتاخدي بقى شوية شوربة ايه هتطلعيها بقى ايه هتطلعيها خضرة خضرة بقى زي ما انت شفتيها كده معايا. مش هتطلع بقى معاكي يعني اللي يشوفها يفتكرها ملوخية خضرة. وتروحي بقى ايه بصي مقلباها كده بشوية الايه الشوربة الاول. بصوا اهي شوية شوربة. وبتقلبي فيها معلقتين الملوخية اللي انت هتعمليهم. بصي خضرة ازاي. لو عندك بقى كربوناتو حطي عليها زي ما بيقولوا هفوة كربوناتو كده، بس والله من غير كربونات من غير حاجة بقت معايا ايه بقت معايا خضرة. تجيبي بقى الحلة بتاعتك تحطي معلقة السمنة. تمام. ومعلقة الثوم
دي بقى طريقة الملوخية الناشفة اللي هتطلع معاكي تحفة. معلقة التوم ومعلقة ومكعب الزبدة أو السمنة، ومعلقة صغيرة من الزيت عشان يحمر معاكي الايه التوم. زي ما انت عارفة ان الزيت بيساعد على تحمير الايه التوم او اي حاجة يعني. بعد كده بقى هجيب معلقة محترمة كده من من الكزبرة الناشفة اهو. بصي، معلقة كده من الكزبرة الناشفة مع التوم، تحمريهم بقى تحميرة حلوة كده. وبعد كده تعملي هقولك تعملي دلوقتي. معلقة من الطماطم. عندك طماطم مضروبة حطي مفرومة يعني. عندك صلصة اللي هي المعجون صلصة انا حاطاه دلوقتي، حطي برضو اي حاجة من الحاجات دي حطيها. ومكعب بقى او نص مكعب قصدي من مرقة الدجاج على حسب الكمية. لو هتعملي كمية اكبر حطي المكعب كامل. وبعد كده بقى تحطي عليها الشوربة بتاعتك. بس كده. افرضي ما عندكيش شوربه حطي ميه، لان مكعب المرقه هيعمل لك شوربه ما تقلقيش. بس طبعا بنفضل احنا نعملها بالشوربه بتاعتنا. بنحط بقى الشوربه ونسيب الشوربه لما تغلي. اول بقى ما الشوربه تغلي معاكي، لازم الشوربه طبعا تغلي. اول بقى ما الشوربه تغلي معاكي بنروح عاملين منزلين الملوخيه بتاعتنا على بصي الشوربه بتغلي ازاي شايفاها. شفتي بقى الملوخيه بتاعتنا اللي احنا اللي احنا عملناها بقى وسبناها كده بدقيقتين. بصي بقى هتبقى معاكي ملوخية خضرة. انا ولا حطيت كربونات ولا حطيت حاجة. بصي بسم الله ما شاء الله، بصي خضرة ازاي. تشوفيها بقى ما تقوليش انها ان هي ملوخية ناشفة خالص. طريقتها سهلة قوي قوي قوي، ما فيهاش اي حاجة صعوبة يعني. بس عايزة اقولك بتبقى زي العسل الملوخية الناشفة دي. في الشتاء بتبقى طعمها في منتهى الجمال. هي غلوة والتانية وتدفي عليها على طول. ليه؟ لانك انت لو سبتيها تغلي اكتر من كده خلي بالك هتسود معاكي. فاحنا طبعا عايزينها تطلع خضرة حلوة. بصي يا غلوة، لو فيها بس ريم من فوق كده انت بتشيليه وترميه. لو عملت ريم بسيط كده لميه كده بالمعلقة او بالكبشة وارميه طبعا. بصي اهو. لكن ما عملتش تمام مفيش مشكلة. ما فيهاش اي صعوبيه. ادي الملوخيه الناشفه يا ستي بتاعه الشتاء اللي احنا طبعا كلنا او معظم بيوتنا بتستخدمها. لان احنا طبعا واخدينها من ايام زمان، من ايام امهاتنا الله يرحم يا رب اللي توفى الله ويديهم الصحه اللي موجودين. وهي كانت دي الملوخيه. ويا رب الفيديو يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. ونورتيني في قناتي. واختمنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبحبكم في الله.